الإخوة السلام عليكم ورحمة الله. الإخوة في الجزائر ملي كنا كنقولو لكم راه هادوك الناس غادي يدخلوكم في حيط، غادي ديك البلاد تصنف منظمة دولة حاضنة للإرهاب، وعلى أن هذاك البوليزاريو غادي تصنفو منظمة إرهابية بحال جميع المنظمات الإرهابية. هذا كيعني بزاف ديال الحوايج، على أن ملي كتكون حداك كتكون انت ناشط في واحد الدولة وفي الحدود ديالك عندك منظمة إرهابية، فهذاك المسؤولين كيطالبوا هذيك الحكومة اللي هي متهمة باحتضانها للإرهاب أن تلقي القبض وأن تتخلص من تلك المنظمة. فإذا لم تفعل وسوف لن تفعل، فإن هذوك الدول اللي هي كتحارب الإرهاب ممكن لها تصدر قرار من مجلس الأمن لمحاربة الإرهاب فوق أراضي الدولة المحتضنة. وهذه هي النهاية ديالكم. النهاية غادي تكون بهذا الشكل هذا. وأنا دائما كنت كنقولها لكم بأن راه فوزالي فينير غادي تساليو بواحد التدخل عسكري دولي. وتبعوا اش غيقول، هانتوما تشوف تصنتوا مزيان دابا السيد اش غيقول لكم دابا. وشوفوا غير هاد التصاور هذا شنو حاطين لكم، راه حاطين لكم جميع الدول الإرهابية. فيها الصين إرهابية ديال الاقتصاد، فيها روسيا إرهابية ديال السلاح ديال التعدو ديال لا منطق ديال الحقرة حقارين، فيها إيران دولة داعمة للإرهاب والجماعات المسلحة في العالم كامل. يلا انتم تشوف. With the terrorist Polisario Front, a murderous threat to the Kingdom of Morocco, an American partner for 250 years. Records of the deposed Assad Syrian dictatorship confirm Polisario sent militias for training. Last week, the Polisario invited PKK terrorists to a summit threatening our valued NATO ally Turkey. President Donald Trump stood with Morocco, recognizing Western Sahara as Moroccan. I appreciate chairing the Morocco Friendship Caucus. In conclusion, God bless our troops as the global war on terrorism continues. Open borders for dictators puts all Americans at risk of more 9/11 attacks imminent, as warned by the FBI. والحمد لله قلتي حاجة من عندي انتما سمعتوا. هو دخل بوليزاريو بحال بيكاكا بحال الازاوات بحال هادي على انهم منظمات ارهابيه، وان الدول الداعمه للارهاب غادي تنال الجزاء ديالها والعقاب ديالها، وعلى ان امريكا كتعترف بمغربيه الصحراء. السلام عليكم ورحمه الله.